مساء الخير، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله انا هبدأ بقى اتكلم النهاردة على الجزء الثاني من المحاضرة الاولى في البايوكيمستري 2. هنتكلم النهاردة عن الجلايكوليسيس. تمام. ده يا جماعة اول حاجة، يبقى احنا اخدنا المرة اللي فاتت اخدنا عن الكربوهيدرات، واخدنا الميتابوليزم والدايجيشن بتاعها بيكون عامل ازاي بالظبط. واخدنا طبعا عرفنا برضو الكربوهيدرات كلاسيفيكيشن بتاعها مونوساكرايدز اللي هو سيمبل كومبليكيتد، وعندي بوليساكرايد. هنبدأ نتكلم عندي على حاجة اسمها الجلايكوليسيس. تمام. اول حاجه عندي الجلايكوليسيس دي عباره عن ايه؟ الجلايكوليسيس دي جايه من اسمها جلايكوليسيس، يبقى عباره عن اللي هو الجلايك دي عباره عن اللي هو ايه، عباره عن هو الجلوكوز. تمام. ولايسيس دي عباره عن اختصار لكلمه اسمها لايسيس يعني بيحصل عندي عمليه تكسير الجلوكوز بتاعي. تمام. طب انا بيحصل عندي الجلايكوليسيس دي، بيحصل عندي عمليه تكسير الجلوكوز عندي جوه جسمي، ان هو الجلوكوز بتاعي انا مثلا باكل مثلا حاجه مثلا اللي هو عباره عن السكر بتاعي اللي هو الجلوكوز ده، بيحصل له عمليه هضم عندي. تمام. بيحصل عندي ان كل خليه من الخلايا بتاعتي تبدا يحصل عندي انها تاخد الجلوكوز ده. تمام. طب بيحصل عندي عمليه جلايكوليسيس عندي في الخلايا بتاعتي في السيتوبلازم. تمام. في السيتوبلازم اللي هو موجود عندي جوه الخليه، فانا عندي موجود عندي في السيتوبلازم بيحصل عمليه عندي تكسير الجلوكوز بتاعي. تمام. بعد كده عندي طبعا احنا اخدنا المره اللي فاتت اخدنا عندي اللي هو الترانسبورتيشن بتاع عندي الكربوهيدرات. قلنا انا عندي اكتف وقلنا عندي باسف. تمام. وده شرحتها بالتفصيل المره اللي فاتت. وقلنا ان انا عندي من الامثله بتاعه الاكتف عندي اللي هو عباره عن صوديوم جلوكوز ديبندنت تايب 1. وعندي كان مثال عندي في وكان عندي مثال على الباسيف ترانسبورت. تمام. كان عندي مين؟ كان عندي الفركتوز او كنت بقول عليها الجلوكوز ترانسبورت تايب 2. تمام. يبقى انا هبدا اتكلم النهارده عندي عن الجلايكوليسيس وان هو بيحصل عندي في السيتوبلازم. من اول حاجه بتتسال عنها. بعد كده بقى نبدا نتكلم عندي بقى على الجلايكوليسيس. يعني انا هبدا اتكلم وانا بشرح هقول لك ان في خلايا اصلا يعني مثلا مش بيحصل فيها اي حاجه، ما بيكونش فيها ميتوكوندريا، فبالتالي مش بيحصل فيها اي حاجه غير الجلايكوليسيس. فهتيجي تقولي زي مين يا دكتور؟ هقول لك زي الار بي سيز، زي اللي هو الخلايا بتاعه كرات الدم الحمراء. وزي مين؟ وزي اللي هو الايلينز اللي هو عندي القرنيه بتاعه العين. تمام. ليه؟ لانها ما بيكونش فيها ميتوكوندريا. طب يا جماعه، يبقى انا قلت عندي اهم نقطتين عندي لازم تعرفها. يبقى لازم تعرف ان الخلايا اللي مش بيحصل فيها اللي ما بيكونش فيها ميتوكوندريا عندي الار بي سيز وعندي الايلينز. تمام. طب ندخل بقى عندي على الحاجات المهمه عندي اللي هبدا اوضحها عندي في باقي المحاضرات. يعني ده هتفضل ماشيه معاك في باقي المحاضرات الجايه. هو انك لازم تعرف عندك في كل سايكل او في كل عندك باسوي انت هتاخده، لازم تبقى عارف الباسوي ده بيتم ازاي، يعني الستبس بتاعه الباسويز دي. كويس. لازم تبقى عارف عندك في حاجة اسمها ريجوليشن. الريجوليشن ده يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه يا دكاترة؟ عبارة عن ان بيكون في عندي خطوات بيتم عندي بطريقة دايركت، بطريقه irreversible. يعني انا عندي مثلا انا زي ما هقول دلوقتي الجلوكوز بيتحول لجلوكوز 6 فوسفات. تمام. دي عباره عن حاجه irreversible، يعني انا عندي يعني خلاص انا طالما الجلوكوز تحول لجلوكوز 6 فوسفات خلاص. طب انا ينفع مثلا الجلوكوز 6 فوسفات تحول لجلوكوز؟ قال لك لا. تمام. فده بيكون عندي اول مؤشر لعمليه الريجوليشن، ان انا اول حاجه ان بيكون عندي ان الطريق بتاعي هو طريق واحد بس، مش رايح جاي. تمام. فده اول طريق للتنظيم، عامل زي المرور بالظبط. وتاني طريقه عندي هو عباره عن الاكل بتاعي. مثلا في وليكن احنا طبعا بنتكلم عن الجلايكوليس، فانا مثلا في عندي مثلا هرمونات معينه تبدا تحفز عندي ان الجلايكوليس دي تبدا تزيد، وفي هرمونات عندي لو انا قللتها او انا مثلا عملت فيها عمليه انهيبيشن شويه فيبدا عندي الانزيم بتاعي او عمليه الجلايكوليس بتاعتي تبدا ايه، تبدا تقل. تمام. فعشان كده انا بقول عليها حتى هاخد بعد كده في ريجوليشن هاخد عندي هرمونال ريجوليشن، وهاخد عندي اللي هي الايه اللي هو الستبس بتاعتي. تمام. اللي هو الريجوليشن بتاع العالي. يبقى انا اول حاجه لازم تعرفها عندك في كل طريقه، حتى هنبدا نعمل ورقه كده. انا مثلا وليكن اخدت مثلا النهارده جلايكوليس، فانا ابدا اكون عارف تاني حاجة اللي هو الريجوليشن بتاعي. وتالت حاجة كمان يا دكاترة لازم تبقى عارفها، يعني غير الستبس وغير ريجوليشن، انت لازم تبقى عارف كل خطوة من دول بيحصل عندك كام اي تي بي، يعني بيحصل عندك النت انرجي بتاعتك في الاخر. وطبعا اهم حاجه برضو من ضمن النقط انا قلت النت انرجي. وطبعا عندي حاجه اسمها الريت ليميتنج ستيب. ريت ليميتد ستيبس دي عباره عن ايه؟ يعني دي عباره عن بيبقى فيه زي تفاعلات كده، بتبقى عندي تفاعلات irreversible اللي هي اللي لسه قايله عليها دلوقتي.
التفاعلات الريفرسبل دي هي اللي بتحدد عندي التفاعل ده، وتبقى عندي النتيجه بتاعتها تبقى عندي محدده للتفاعل. يعني انا مثلا، ولكن انا مثلا قلت لك مثلا من جلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات، ده طبعا irreversible. حاجه اقول لك مثلا من الريت ليميتنج ستيبس، عندي هو عباره عن جلوكوز 6 فوسفات، لان انا مثلا هو اللي بيحدد بقى انا التفاعل ده هيفضل مكمل ولا هيفضل واقف. فعشان كده انا بقول عليها الريت ليميتنج ستيبس. تاني حاجة بقى عندي، بقى نبدأ نتكلم عندي في الجلايكوليسيس بشكل مبسط وسهل خالص. الجلايكوليسيس عندي 10 خطوات. تمام، عندي عبارة عن 10 خطوات. عندي 5 خطوات عندي بريباتري ستيبس، يعني هو عبارة عن خطوات تحضيرية أنا بحضر عندي للجلوكوز بتاعي. تمام، فعشان كده بقول عليها خطوات تحضيرية بريباتري ستيبس. وعندي الخطوات التانية عبارة عن باي اوف ستيبس. تمام، فانا عندي مثلا هنا هيبقى من 1 ل5 مثلا. تمام، اما هنا هيبقى من 6 ل10. هبدأ اوضح بقى كل خطوة. تمام، اول يعني مثلا انا مثلا دكاتره، انا مثلا هاجي اقول لك الجلايكوليسيس، وكل الفكره تعرفوا ايه، والجلايكوليسيس ده بيحصل جوه جسمك. انا مش بالف مثلا بسويس مثلا من عندي، هاجي اقول لك البسويس ده تحفظه، لا، هو عباره عن دي حاجه بتحصل جوه جسمك. فانت البسويس ده يعني هو ولكن مثلا شكل دياجرام. انت ممكن كل بسويس ولكن جلايكوليسيس، جلوكونيوجينيسيس، الكريب سايكل، انت يعني كرسم توضيحي انت مثلا ولكن هتبقى عارف الشكل ده مثلا تحطه قدامك، تبدا تعرف من كذا بتحول لكذا، من كذا بتحول لكذا، من كذا وتبدا تحفظه. تمام، فبالتالي عشان خاطر ده يسهل عليك يعني لما تيجي تجمعهم كلهم ورا بعض. واحسن حاجه في البايوكيمستري ان احنا نبدا نذاكرها اول باول. طب عندي اول حاجه بقى عنده هو عباره عن ايه، عباره عن ان انا عندي من الستبس اللي هو من 1 ل5، عندي ان انا الجلوكوز بتاعي بيتحول عندي لايه، بيتحول عندي لجلوكوز 6 فوسفين. تمام، انا عملت ايه، انا عندي الجلوكوز بتاعي حطيت عليه انزيمز. تمام، عشان خاطر يضيف لي عندي مجموعه الفوسفور اللي موجوده عندي بالشكل ده. طب الانزيم عندي اللي بيضيف عندي الفوسفور هو انزيم اسمه الكاينيز انزيم. يبقى اي حاجه بيكون عندي فيها فوسفور بقول عليها انزيم اسمه الكاينيز انزيم. تمام، طب تاني حاجه بقى عندي ايه بقى، تاني حاجه عندي انا طبعا في خطوه البريباتوري دي بيحصل عندي كونسيومينج للانرجي. يعني ايه كونسيومينج للانرجي؟ يعني بيحصل عندي كونسيومينج انرجي، يعني بيحصل عندي ان الخطوه دي، ال5 خطوات دي بتستهلك طاقه، على عكس عندي البي اوف ستيبس لا، ده هي هتطلع لك طاقه. تمام، طب انا عندي بيحصل ايه بقى، بيحصل عندي ان الجلوكوز ده بياخد عندي ايه بقى، بياخد عندي اي تي بي من الخليه. تمام، طب وبعد كده ياخد منها ايه، ياخد منها الفسفور بتاعي اللي هو عن طريق انزيم الكاينيز عشان يحط الفسفور بتاع الموجود هنا. طب انا عن الفسفور بتاعي اتحط، هيتحول عندي الاي تي بي، هيتحول عندي الايه، لاي دي بي. يعني واضحه كده. اي تي بي اللي هو عباره عن اللي هو ادينين تراي فوسفيت، يعني انا عندي عباره عن ادينين وكان معاها 3 فوسفيت. بعد كده انا خدت منها فوسفوره وحطيتها عندي على الجلوكوز. تمام، فبقت ايه بقى، الجلوكوز 6 فوسفيت، فبقت حولت عندي من 3 فوسفيت، تحول عندي من اي تي بي لاي دي بي اللي هو ادينين داي فوسفيت. يعني عندي عباره عن الاثنين فوسفور بس. تمام، يبقى انا عندي الجلوكوز اتحول عندي من جلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات. بعد كده بقى من جلوكوز 6 فوسفات هيتحول عندي لايه، هيتحول عندي لفركتوز 6 فوسفات. تمام، طب يعني بشكل مبسط خالص ده جلوكوز. تمام، وبعد كده تحول عندك لفركتوز. طب انا بقى اتحول عندي من المركب ده، يعني هما الاثنين ايه، يعني هما الاثنين انا عندي ده ست مثلا ذرات كربون، وهنا برضو 6 ذرات كربون. اتحول عندي بس من الدهيد اتحول عندي الكيتون. ففي الحاله دي بقول عليها انزيم اسمه ايه، انزيم اسمه ايزوميريز. طب انا عندي بقى ان التفاعل عندي هنا من الجلوكوز 6 فوسفات للفركتوز 6 فوسفات، التفاعل عندي ده ايه، ريفرسبل. اشوف انا عامله ايه على السهم، عامله ان السهم رايح جاي. يعني انا مثلا ممكن ده يتحول من جلوكوز 6 لفركتوز 6 فوسفات، وممكن العكس، ده من ده يتحول لده. تمام، طب بعد كده عندي بقى حاجه برضو بس تبقى عندي خطوه ريفرسبل. هو عباره عن ايه، عباره عن ان انا بحاول عندي من الفركتوز 6 فوسفات، حطيت عندي كمان فوسفات، يعني مجموعة فوسفات يعني، بس حطيتها عندي في المجموعة رقم 1 في الفركتوز. فبقيت عندي ايه بقى، بقيت عندي 1 و6 بس فوسفات،
وعندي مجموعة الفركتوز الأول، يبقى فركتوز 1 و6 بيسفوسفيت. ليه أنا قلت هنا يعني بيسفوسفيت ما قلتش بايفوسفيت؟ بايفوسفيت بيبقوا الاتنين عندي جنب بعض، يعني ولكن كربونة وكربونة مثلا الدكاترة، وهنا وهنا وبيكون عليها فوسفيت وفوسفيت، فبقول عليها باي أو حاجة ثنائية. تمام. أما أنا عندي هنا كربونة على الكربونة رقم 1 وعندي على الكربونة رقم 6، فهما اتنين بعاد عن بعض، فعشان كده بقول عليها 1 و6 بيسفوسفيت. تمام. طب انا زي ما لسه قايله فوق، انا ضفت عندي هنا مجموعه فوسفيت واحده. تمام. فانا هستخدم عندي ايه؟ هستخدم عندي انزيم اسمه الايه؟ كاينيز. تمام. يبقى الكاينيز انزيمز. طب انا عندي الكاينيز ده اصلا انا اخدت عندي الفوسفيت دي اخدتها منين؟ زي ما انا لسه اخدتها من فوق بالظبط، اخدتها عندي من ATP حولتها ل ADP. طبعا كان هنا عندي 3 فوسفيت، 3 مجموع، يعني 3 فوسفيت ماسكين في بعض، بعد كده اخدت منها فوسفاتية فبقيت عندي ADP. تمام. فبقيت عندي 2 بس. طب بعد كده عندي ايه بقى؟ بعد كده انا خلاص اتحول عندي من فركتوز 1 و6 فوسفيت. بعد كده بقى انا كونت المركب بتاعي ده، انا بدات اقسم عند الفركتوز 1 و6 بسكويت، بدات اقسمه، بدات اكسره. فلما بدات اكسره بقى يتحول عندي ايه بقى؟ يتحول عندي لمركب اسمه داي هيدروكسي اسيتون، وعندي مجموعه ايه؟ مجموعه الفوسفيت بتاعتي. يعني انا جبت عند الفركتوز ده اللي هو المركب بتاعي مثلا ده، لو هوريكم الاستراكشر بتاعي دلوقتي، انا جيت كسرته من النص. تمام. فبدا يتقسم عندي الايه بقى؟ بدا يتكون عندي حاجه اسمها داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. طبعا انا عارف الاسيتون ده عباره عن 3 كربونات، وعملت منها ايه؟ داي هيدروكسي. تمام. عن طريق انزيم اسمه ايه؟ انزيم اسمه الالدوز انزيمز. تمام. والتفاعل ده برضو رايح جاي. يبقى انا عندي هنا دي الخطوه دي irreversible، وعندي الخطوه الاولانيه دي كمان irreversible، اللي هو عندي خطوه تحويل الفركتوز 6 فوسفيت ل1 و6 بسفوسفيت، وعندي الخطوه من الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت، دي برضو هما الاثنين ايه؟ irreversible. تمام. بعد كده بقى جه بقى قال لي ايه بقى؟ قال لي داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، وكون لي حاجه اسمها ايه؟ جليسرالدهايد. جليسرالدهايد ده برضو عامل نفس الاستراكشر بتاع الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، بس مختلف معاها بس في ايه؟ مختلف معاها في اللي هو الصيغه البنائيه بتاعته. يعني عندي الشكل بتاع ده غير الشكل ده. بس انا لما جيت كسرت عندي اللي هو الفركتوز 1 6 بايفوسفيت، اتكون عندي داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت وجليسرالدهايد ايه؟ 3 فوسفيت. تمام. الاتنين دول ايزومرز لبعض. تمام. يعني هما الاتنين ايزومرز لبعض، لان انا يعني هما الاتنين قريبين من بعض في الايه؟ في الصيغه الجزيئيه، بس مختلفين في الصيغه البنائيه اللي هو عباره عن الصيغه اللي هو جوه المركب نفسه. تمام. بعد كده عملت ايه بقى؟ بعد كده جيت على الدهيدروكسي اسيتون فوسفيت وعملت له عمليه ري ارينجمنت، بدات اعمل فيها شويه تظبيطات كده. طب انا عملت فيها شويه تظبيطات ليه يا دكتور؟ عشان خاطر احولها عندي لجليسرالدهايد 3 فوسفيت. تمام. فبدا يتكون عندي ايه بقى؟ بدا ما يبقى عندي جليسرالدهايد 3 فوسفيت واحد بس، بقى عندي 2 جليسرالدهايد 3 فوسفيت. تمام. فانا عندي مش عندي جليسرالدهايد 3 فوسفيت واحد بس، بقى عندي 2. تمام. فانا هحتاج بقى الاتنين دول عشان خاطر انا لما هاجي ادخل بعد كده على البي اوف ستيبس، انا هقول لك الجليسرالدهيد اي حاجه هتطلعها من ATP او اي حاجه هتطلع تبدا تضربها في 2 عشان خاطر يبقى عندي الطاقه او ATP هتبقى عندي مضاعفه. تمام. يبقى انا عندي هنا استهلكت ATP واحده من جلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت، واستهلكت كمان ATP لما حولت عندي وكونت ال1 و6 بس فوسفيت، وقلت لك عندي الخطوه دي irreversible والخطوه دي ايه؟ irreversible. تمام. كده ده انا طلعت باللي انا عايزاه من ايه؟ من خطوه البريباتري. تمام. بعد كده ندخل عندي على خطوه البي اوف. بعد كده بقى دكاتره هندخل عندي على خطوه البي اوف ستيبس. تمام. بنيجي بقى عندي على الجليسرالدهيد 3 فوسفيت، ده عباره عن ايه؟ عن ايه؟ عن 2. زي ما انا سالك دلوقتي، اي حاجه او ATP هتطلعها عندك من الخطوه هتضربها في 2، هيبقى عندك بدل ما ATP تطلع لك من الستيبس، لا هتبقى عندك هتبقى 2، لان انت عندك الخطوه بتتم عندك ايه؟ مرتين. تمام. طب الجليسرالدهيد بقى 3 فوسفيت هيحصل له ايه بقى؟ هيحصل له حاجه اسمها انها هتعمل ايه بقى؟ هيحصل له عندي برضو حاجه اسمها ان هو هتشيل منها هيدروجين وهيتحط عليها فوسفيت. تمام. فيبقى عندي تكون عندي حاجه اسمها 1 و3 بس فوسفو جليسريد. 1 و3 بس فوسفو جليسريد ده بيتكون ازاي بقى؟ بيتكون عندي عن طريق، لو انا بصيت برضو في الاستراكشر طبعا هوضحها لكم في المحاضره، ان انا شلت هيدروجين عندي من الاستراكشر بتاعي اللي هو الجليسرالدهيد 3 فوسفيت ده. تمام. عن طريق انزيم اسمه دي هيدروجينيز.
جليسرالدهيد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. الانزيم ده مهم 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 مهم، تمام، لان ده هناخده بعد كده ان الانزيم ده بيشتغل عندي كباي فانكشن جروب. ليه بقى باي فانكشن جروب؟ ده النقطه دي مهمه وبيجي منها سؤال في الامتحان. ليه بقى بيشتغل مثلا اللي هو الجليسرالدهيد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز بيشتغل عندي باي فانكشن؟ لان هو بيشيل عندي هيدروجين وكمان بيضيف عندي مجموعه فوسفيت، فعشان كده بقول عليها جليسرالدهيد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. تمام. طب يا دكتور بقى انا عندي بقى اول حاجه وهتاخدها عندك برضو في المحاضره دي، اول ناتج اتش هتتكون عندك ان الجليسرالدهيد دي الهيدروجين اللي هتطلع دي وهتروح عندي على الناد اللي موجوده دي، اللي هو بيكون عندي اللي هو موجوده عندي جوه الخليه يعني، تمام. فهتاخد عندي ايه بقى؟ هتاخد عندي الناد وهتتحول عندي من ناد لناد اتش. ده اهم نقطه. يبقى انا عندي الجليسرالدهيد 3 فوسفيت ده بيجي عندي على الجليسرالدهيد اللي هو الجليسرالدهيد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، بيسحب عندي هيدروجينه، تمام، وهيديها عندي على الناد ويتكون عندي ناد اتش، تمام. يبقى انا عندي الخطوه دي هتكون عندي ايه؟ ناد اتش. اول حاجه عندي في الستبس هتكون عندي ناد اتش هنا، تمام. طب انا عندي بقى يتحول عندي لواحد 3 بس فوسفوجليسريد، تمام. طب يا دكتور انا عندي هنا تكون عندي ناد اتش واحده ولا تكون عندي اتنين؟ انا لسه قايلك دلوقتي ان انت عندك اتنين جليسرالدهيد 3 فوسفيت، فبالتالي هتكون عندك اتنين ناد اتش، تمام. طب انا عندي الناد اتش الواحده دي بتكون عندي كام اي تي بي؟ بتكون عندك 3 اي تي بي. يعني الناد اتش الواحده بتكون عباره عن الطاقه بتاعتها، او لو هنحسبها بالعمله بتاعه طاقه الخليه هتبقى عباره عن 3 اي تي بي. فانا لما يبقى عندي 2 ناد اتش هيبقى عندي كام؟ هيبقى عندي 6 اي تي بي، تمام. تمام، ده اول نقطه. طب بعد كده بقى ايه يا دكتور؟ بعد كده انا عندي من 1 3 بس فوسفوجليسريد هيتكون عندي بقى حاجه اسمها ايه؟ هيتكون عندي حاجه اسمها 3 فوسفوجليسريد. هيحصل عندي ايه بقى؟ هيحصل عندي ان هيحصل عندي ان انا هاخد عندي يعني مجموعه فوسفيت واحده، تمام، ويحصل عندي عمليه ايه؟ ويحصل عندي عمليه ري ارينجمنت، يعني هيحصل انا هاخد عندي ايه؟ مجموعه فوسفيت واحده. طب يا دكتور انا عندي كان عندي هنا 1 و3، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي 3 بس فوسفوجليسريد. طب انا عندي الواحده دي هوديها فين؟ طيب هوديها عندي على الاي دي بي، هحولها لاي تي بي. يبقى انا عندي هنا الاي دي بي هتاخد عندي فوسفاتيه وهتحولها عندي الاي تي بي، يبقى دي مجموعه فوسفات، يبقى انا كونت عندي اي تي بي اهي. وعندي كمان الناد حطيت عليها اتش وتحول عندي الناد اتش، تمام. طب انا عندي هنا 3 فوسفوجليسريد، انا عملت هنا عملة الطاقه بتاعتي كانت الايه؟ كانت الفوسفيت، فهتبقى عندي ايه؟ هتبقى عندي هستخدم عندي انزيم الكاينيز. يبقى انا عندي لما باجي عندي بضيف فوسفيت في اي مجموعه عندي يا دكاتره من المجموعات، بعمل ايه؟ لازم اضيف عندي انزيمز بتاع الكاينيز، تمام. يبقى انا عندي هنا بقى انا اتكونت عندي ناد اتش ولا واحده ولا اتنين؟ اتنين. يبقى هيبقى عندي هنا 6 اي تي بي. طب انا عندي هنا الاي دي بي يتحول عندي الاي تي بي. طب انا عندي هنا تبقى يتكون عندي اي تي بي واحده ولا هتكون عندي اتنين؟ هيتكون عندي 2 اي تي بي. يبقى انا عندي هنا 6 اي تي بي و2 اي تي بي، تمام. وانا اصلا قبل كده انا كنت فاقده كام في خطوه البريباتوري اللي هو الخطوه التحضيريه، كنت فاقده 1 اي تي بي من جلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات، وفقدت كمان لما حولت عندي من فركتوز 6 فوسفات لفركتوز 1 و6 بسفوسفات، تمام. فيتكون عندي فقط 2 اي تي بي. هناخد دلوقتي النت انرجي كلها في الاخر، تمام. هنا بقى بقول لما انا كونت عندي 3 فوسفوجليسريد حصل لي حاجه اسمها سبستريت ليفل فوسفوريليشن، تمام. سبستريت ليفل فوسفوريليشن ده عباره عن ان انا بقيس مستوى الفوسفور اللي هو الفوسفوريليشن عندي في الايه؟ في الخليه بتاعتي او في السيلز بتاعتي، تمام. فهنا بيحصل عندي ان انا طبعا احنا عارفين السبستريت اللي هو عباره عن الماده بتاعتي، تمام. بيحصل عندي انها انتقال بقى من الفوسفات من مجموعه الواحد 3 بس فوسفات اتكون عندي ايه؟ اتكون عندي اللي هو ال3 فوسفات بس، تمام. فعشان كده بقول عندي خطوه يعني الفوسفوريليشن يعني. المهم بعد كده عندي 3 فوسفوجليسريد ده اتحول عندي ل2 فوسفوجليسريد، يعني بعد ما كان في 3 بقت عندي في 2. طب انا عندي بقى 3 ل2، يبقى انا عملت عمليه ايه؟ عملت عمليه ميوتيشن. انا هي نفس المركب، يعني هو الفوسفوجليسريد نفس الحاجه، بس بعد ما كانت عندي الفوسفيت عندي على رقم 3 بقت عندي على رقم 2. فعشان كده بقول عليها ايه؟ بقول عليها انزيم اسمه الميوتيز. طب ليه يا دكتور انا ما قلتش الايزوميريز؟ انا قلت لك الايزوميرز هو عباره عن المركب بتاعي اختلف، اما انا عندي هنا نفس المركب، بس الاختلاف عندي في الرقم، ان مجموعه الفوسفيت بتاعتي الرقم بتاعها بعد ما كانت على الكربونه رقم 3 بقت على الكربونه رقم 2. فعشان كده انا بستخدم عندي انزيم اسمه الميوتيز، تمام.
بعد كده برضو يا دكاتره اخر حاجه عندي انا هعمل ايه بقى، هكون حاجه اسمها فوسفوينول بايروفيت. الفوسفوينول بايروفيت ده انا هستخدم عندي حاجه اسمها الانوليز. الانوليز ده عباره عن يعني زي انها بتسحب ميه كده، تمام. فعشان كده انا هعمل جاي من اسمها. بصوا الانزيمز هو عباره عن الحاجه اللي هضيفها، يعني هو الحاجه اللي انا رايح عليها مثلا. يعني مثلا لو انا كونت مثلا فوسفوينول بايروفيت، يبقى انا هستخدم عندي انزيم اللي هو انوليز، تمام. او هو عباره عن ايه بقى، او هو عباره عن الخطوه اللي بتتم فيها. يعني مثلا انا رايح على دي، يبقى انا عندي هستخدم الانزيمز ده. او هو عباره عن، ولكن انا هعمل ايزوميريز، يعني هحول مثلا من جلوكوز لفركتوز، يبقى عباره عن ايزومرز لبعض، فيبقى عباره عن ايزوميريز، تمام. تمام. طب بعد كده بقى عند الفوسفوينول البيروفيت ده انا هكون عندي البيروفيت. طب البيروفيت ده الخطوه بقى بتبقى عندي irreversible، يبقى اخر خطوه عندي هنا irreversible. يبقى انا عندي في الاول خطوتين irreversible، وعندي هنا بس اخر خطوه عندي او اخر ستيبس عندي في البي اوف هو عباره عن الخطوه دي بتبقى irreversible، اللي هو التفاعل بيكون ماشي في اتجاه واحد مش رايح جاي، تمام. طب انا عندي بقى من الفوسفوينول البيروفيت هيتحول عندي البيروفيت، هيحصل عندي حاجه اسمها ايه بقى، هيحصل عندي انزيم اسمه الكاينيز. الكاينيز ده هيعمل لي ايه بقى، هيعمل لي ان هو هياخد لي عندي فوسفور، يعني فوسفور يعني من الفوسفوينول البيروفيت، هيوديها عندي للاي دي بي وهيحولها لي لايه، وهيحولها لي للاي تي بي. يبقى انا عندي اتكون عندي هنا ايه 2 اي تي بي. يبقى انا بالتدريج كده انا اتكون لي عندي كام اي تي بي. اول حاجه من نيل اتش اتكون عندي 2 نيل اتش، فبقى عندي 6 اي تي بي. اتكون عندي واحده اي تي بي عندي من اللي هو 1 بيس فوسفوجليسريد، فتكون عندي 2 اي تي بي. وتكون عندي كمان اي تي بي من فوسفوينول بايروفيت، تكون عندي الايه تحول عندي البيروفيت، فتكون عندي 2 اي تي بي. طب انا يا دكتور بقى انا عايز اعرف اللي هو النت انرجي كلها بتاعتي هتبقى عباره عن كام. طب انا فقدت 2، وعندي 2 هنا و2 هنا و6 هنا، يبقى الاتنين هتروح مع الاتنين اللي في الاول، يبقى عندي 2 و6، يبقى انا عندي النت انرجي بتاعتي هتبقى 8. ده عباره عن ايه، ده عباره عن الايروبيك. يعني الايروبيك هو عباره عن التنفس الخلوي، يعني ده الخطوات اللي بتحصل لو بيكون في عندي اكسجين جوه الخليه. بعد كده هندخل عندي ايه، هندخل عندي على الانايروبيك. الانايروبيك بقى بتعمل عندي ايه، بتحول عندي من البيروفيت بتحول عندي اللاكتيت، تمام. يعني انا مثلا وليكن انا قاعده مثلا بجري مثلا، تمام، او انا بعمل مجهود عضلي او بدني عالي عليا، فبتحول عندي بقى من البيروفيت بتحول عندي للاكتيت، تمام. طب ليه بقى بتحول عندي اللاكتيت، عشان خاطر انا دي عباره عن عمله الخليه. انا مثلا ولكن انا مش قادره خلاص، الخليه مش قادره تكون وتحول عندي البيروفيت، ومش قادره تستغل عندي الجلوكوز بتاعي، ومش قادره تعمل عمليه لايسيس للجلوكوز، فبتحول عندي حاجه اسمها لاكتيت، تمام. اللاكتيت ده عباره عن ايه، حتى بيجي مثلا بيقول لك ولكن في الجيم او كده، بيجي يقول لك بتحول عندك، يعني على قد ما تقدر انت بتشتغل على العضله، بتخلي العضله ان هي تقوم بجهد بدني عالي عشان يتحول عندك للايه، للاكتيت انزيمز، اللاكتيت برودكت يعني. طب بعد كده من بيروفيت بتحول عندي اللاكتيت، يبقى انا هستخدم عندي انزيم اسمه لاكتيت ديهيدروجينيز، تمام. اللاكتيت ديهيدروجينيز جاي من اسمها، مش انا قلت لك اي انزيم انت بتستخدمه يا اما الحاجه اللي انت هتروح عليها، يا اما الحاجه اللي انت اوريدي اصلا انت شغال فيها، يعني ولكن لو هتضيف فوسفور، لو هتشيل مثلا هيدروجين، اي حاجه من الحاجات دي. طب انا عندي بقى اللاكتيت ده بيعمل ايه بقى، بيحول عندي من الناد اتش بيحولها لي للناد، تمام. يعني الخط اللي انا جبته باليمين انا اخدته عندي بالشمال، فانا عندي الناد اتش كده راحت، تمام. فكده بالتالي هيتبقى عندي ايه بقى، الستة اي تي بي دي هتروح خالص، مش هيتبقى عندي 6 اي تي بي. طب والاتنين اي تي بي في الاول راحت، يتبقى عندي ايه، يتبقى عندي 2 اي تي بي اللي هم موجودين عندي هنا في الفوسفوريليشن، تمام. فبالتالي يبقى انا عندي الخطوه في الانايروبيك كونديشن، يعني اثناء عمليه التنفس اللا هوائي او التنفس اللا خلوي، بيتكون عندي كام اي تي بي، بيتكون عندي 2 اي تي بي بس، تمام، عشان ما بيكونش عندي فيه ناد اتش. انا برضه يا جماعه نفس الكلام اللي لسه قايله بالظبط. طبعا يا جماعه انا بدات عندي بالملخص، او ان انت مثلا تعرف الستبس بتاعه الجلايكوليسيس. بعد كده الحاجات دي الباقيه مثلا، او انت تقرا مثلا السلايدز دي بتبقى سهله شويه، تمام، بتبقى سهله كتير كمان. طب بعد كده يبقى انا قلت عندي جلايكوليسيس، يبقى انا عندي عباره عن جلايكوليسيس عباره عن كلمه من مقطعين، عباره عن اللي هو عباره عن جلوكوز، وكلمه لايسيس يعني عباره عن ان بيحصل عندي عمليه لايسيس، يعني بيحصل عندي تحلل عندي الجلوكوز بتاعي، تمام. وعندي بقى قلت ان مصادر الطاقه عندي بتبقى موجوده بتاعتي، بيحصل عندي في التيشو اللي ما بتكونش فيها ميتوكوندريا، قلنا ان ما بيحصلش فيها اللي هو كريبس سايكل، زي الكورنيه وزي الايلينز، وعندي زي الار بي سيز، تمام.
وكمان بيحصل عندي في الخلايا اللي بيكون فيها frequent oxidation، يقول لك يعني مثلا بيكون عندي فيها نقص اكسجين بدرجه عاليه زي السكيلتال ماسل لما انا بعمل اكسرسايز. تمام، يبقى انا عندي السورس بتاع الانرجي ده مهم، ان هو ان انت بيسالك فيها في التيشوز، مثلا بيحصل عندي في الار بي سيز، بيحصل عندي في الكورنيا، ممكن تجي لك ام سي كيو، ممكن تجي لك كومبليت، ممكن تجي لك عندك صح وغلط. تمام، النقطتين دول مهمين، اللي هو بالذات التيشوز بالسكيلتال ماسل والايه والار بي سيز والايلتس. بعد كده دكاتره زي ما انا لسه قايله برضه، هو عباره عن جلايكوليسيس في بريباتوري ستيبس او بريباتوري فيز، وعن الخطوه الثانيه هو عباره عن بي اوف. تمام، وقلنا الخطوه عباره عن من 1 ل5 خطوات، وقلنا بيحصل عندنا ببدا اكون عندي مركب بتاعي اللي عندي موصل عندي لجليسالدهيد 3 فوسفيت. تمام، والانرجي بتاعتي بتكون عندي كام اي تي بي؟ بتكون عندي 2، والاثنين دول اصلا بيحصل عمليه كونسيومينج، يعني بيحصل عندي ان الاي تي بي بتحول عندي الاي دي بي. تمام، بعد كده عندي الخطوات بتاعت اللي هو البريباتري. طبعا قلنا الجلوكوز بتحول من جلوكوز 6 فوسفيت، وقلنا الخطوه عندي تبقى ريفيرسبل، وعندي بستخدم عندي جلوكاينيز او هيكسوكاينيز، وبعد كده بيتكون من جلوكوز 6 فوسفيت لفركتوز 6 فوسفيت. بصوا يا جماعه الخطوات دي كلها لازم نحفظها، يعني لازم تبقى تجيب ورقه كده ويتحول عندك الجلوكوز يتحول لجلوكوز 6 فوسفيت. طب انا عندي بعد كده عملت عمليه ايزوميريز، فتحول عندي من جلوكوز 6 فوسفيت لفركتوز 6 فوسفيت. طب انا حطيت كمان فوسفاتيه مثلا، هو كمان فوسفيت جروب، فتحول عندي من فركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1 و6 بس فوسفيت، عشان خاطر الاثنين على جروبات مختلفه. طب بعد كده انا عملت عندي حطيت عندي اللي هو الالدوز انزيمز، فتكون عندي دايهيدروكسي اسيتون فوسفيت وجليسالدهيد 3 فوسفيت، لان انا كسرت عندي الفركتوز 1 و6 باي فوسفيت. طب بعد كده انا عملت ايه بقى في الاخر؟ بعد كده انا ضميت الاثنين عندي على بعض وعملت الجليسالدهيد 3 فوسفيت. تمام، والخطوات لازم ابقى عارفه مثلا اي تي بي حصل عمليه فقد وحصل عمليه اكتساب والحاجات دي كلها. بعد كده برضو عندي ايه هو البي اوف فيز، قلنا ان انا الخطوات بتاعتها من 6 ل 10. تمام، بيحصل عندي اوكسيديتيف يعني بيحصل عندي اوكسيديتيف فوسفوريليشن. تمام، فبتحول عندي من جليسالدهيد 3 فوسفيت بتحول عندي البيروفيت. تمام، بعد كده طبعا انا قلت عندي الطاقه اللي بتكون عندي 2 ناد اتش، من اللي هو من جليسالدهيد 3 فوسفيت لجليسالدهيد 1 من جليسالدهيد 3 فوسفيت تحول عندي ل1 و3 بيسفوس جليسريد. تمام، فطبعا عندي بيتكون عندي ناد اتش 2، لان انا عندي جليسالدهيد 3 فوسفيت بيكون عندي 2. تمام، وبيتكون عندي اي تي بي، يعني هيبقى عندي بيتكون عندي 2 اي تي بي في ناحيه، و2 اي تي بي عندي من تحويله عندي البيروفي اللي هو الفوسفوين والبيروفيت لبيروفيت، فتكون عندي برضو 2 اي تي بي. تمام، فبقول ايه بقى النت انرجي كلها على بعضها كده، يعني بالايروبيك ان انا بقسم عندي الكونسيومينج اللي هو الاثنين عندي على 10، فيبقى عندي 8 اي تي بي. تمام، ده الايروبيك. وقلنا بقى الانايروبيك هيبقى عندي 2، عشان ما بيكونش فيه عندي الناد اتش انا بستخدمه عندي في خطوه اللاكتيت، اللي هو البيروفيت بتحول عندي اللاكتيت دي هيدروجينيز ويتحول عندي اللاكتيت. تمام، ودي يا جماعه المقارنه بين البريباتري والبي اوف. تمام، والخطوه بتاعه اللاكتيت او الانايروبيك كونديشنز، الاي تي بي واللاكتيت لما بيتكون عندي في الماسلز والحاجات دي، بيتكون في الايلينس وبيتكون في الار بي سيز. السؤال ده مهم 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 مهم، وبيجي منه اسئله كتير في الامتحان. بعد كده يا دكاتره هنتكلم عندي على اخر جزء عندي في الجلايكوليسيس، وهو عمليه الريجوليشنز بتاعت عندي الجلايكوليسيس. تمام، ريجوليشن اوف جلايكوليسيس دي من النقط المهمه يا دكاتره، ان انا لازم اعرف عندي الجلايكوليسيس ده عمليه الريجوليشن بتاعته بتحصل ازاي، او عمليه ايه الحاجه اللي بتنظم عندي الجلايكوليسيس. مثلا يعني مثلا بيخلي الجلايكوليسيس يزيد، بتخلي الجلايكوليسيس عندي يقل، بتخلي مثلا بيكون عندي نوعين بقى. في عندي ما يكون عندي هرمونال، اللي هو يكون عندي هرمونات معينه تقلل او تزود عند عمليه الجلايكوليسيس. وفي عندي انرجي سبستريت ليفل. اللي هو عباره عن اللي بتكون عندي موجوده عندي في التفاعل بتاعي، اللي احنا قلنا عليها ايه، اللي هي الحاجات الريفيرسبل. اللي هو الحاجات الريفيرسبل دي يا دكتور، اللي هو اللي لسه قايله دلوقتي عليها، اللي هو الحاجات اللي بتمشي في اتجاه واحد، زي ما اللي لسه قايله عندي على البيروفيت كاينيز. تمام، قلنا التفاعل عندي ريفيرسبل، فانا عندي البيروفيت كاينيز ده من الخطوات بتاعه المهمه عندي في التفاعل بتاعه الريجوليشن. وعندي تاني حاجه قلنا عن ايه، قلت عندي كمان الجلوكوز 6 فوسفيت، اللي هو هيبقى عباره عندي على الجلوكاينيز والهكسوكاينيز عندي، عشان خاطر احول عندي الجلوكوز 6 فوسفيت. وعندي من الفركتوز 6 فوسفيت للفركتوز 1 و6 باي فوسفيت. وقلنا عندي اللي هو الفركتوز
الفوسفوفراكتوكاينيز. تمام. الفراكتوز او الفوسفوفراكتوكاينيز بتاعي اللي هو كان اللي هو الانزيمز بتاعي اللي هو كان مسؤول عندي عن ان التفاعل بتاعي يتكون عندي فراكتوز 1,6 بسفوسفات. يبقى انا عندي الحاجات دي مهمه، اللي هو الجلوكوكاينيز او الهكسوكاينيز دي كانت مهمه عندي، وعندي اللي هو الفراكتوز الفوسفوفراكتوكاينيز. تمام. وكان عندي كمان البيروفيت كاينيز. البيروفيت كاينيز بتاعي دول الثلاث انزيمات المهمين عندي في عمليه الريجوليشن، هوضحهم دلوقتي بالتفصيل. طب هبدأ بأول حاجة عندي وأسهل حاجة عندي هو الهرمونات. الهرمونات سهلة خالص، انت عندك هرمونين، هرمون اسمه الانسولين ده لما بتيجي مثلا تاكل، وهرمون اسمه الجلوكاجون لما بتبقى جعان. تمام. لما بتاكل بقى بيحصل عندك ايه؟ بيحصل عندك ان السكر بتاعك مثلا لما بتاكل بيحصل عندك ان السكر بتاعك بيبدأ يزيد في الجسم، فيبدأ عندك الانسولين بتاعك يبدأ يحصل له عملية استيميوليشن، يبدأ يزيد عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يقلل عندك الجلوكوز اللي موجود عندك في الجسم. طب انا عندي عمليه الجلايكوليسيس، يعني انا بيحصل عندي عمليه لايسيس للجلوكوز، يعني بيحصل عندي ان الجلوكوز بتاعي بيبدا يزيد. الجلوكوز بتاعي لما بيبدا يزيد عندي جوه الجسم يجي عليه الانسولين، يجي عليه جري، ازاي انت تزيد وانا موجود؟ ما ينفعش. فيبدا يحصل عندي عمليه ستيميوليشن للانسولين عشان تقلل عندي الجلوكوز عندي في الدم اللي حصل نتيجه الجلايكوليسيس، اللي هو ان الجلوكوز بيبدا يزيد. طب الجلوكاجون بقى بيحصل عمليه ايه؟ بيحصل له عمليه انهيبيشن، يقول له وقف انا عندي الجلوكوز عالي عايزه اخلص منه، لان الجلوكاجون ده وظيفته ان هو يعني زي ان هو يزود الجلوكوز في الدم. طب انا عايز ازوده؟ لا، انا عايزه امنعه، عايزه اتخلص من الجلوكوز الموجود عندي في الجسم بتاعي. فهنا بقى بيقول لك يعني ان هو هوريكم السلايد دلوقتي، بيقول ان انا في الخطوات بتاعت اللي هو الارفيسبل بتاعت اللي هو عباره عن من الجلوكوز من الجلوكوز للجلوكوز 6 فوسفات. تمام. اللي هو اللي انا استخدمت فيها اللي هو الجلوكوكاينيز او الهكسوكاينيز او الهكسوكاينيز. تمام. والخطوه الثانيه بتاعت من الفركتوز 6 فوسفيد لفركتوز 1 و6 بايفوسفيد بسفوسفيد، باستخدام عندي هو الفوسفوفراكتوكاينيز 1. وتالت خطوه عندي من الفوسفوينول بايروفيت لايه؟ لبايروفيت عن طريق البايروفيت كاينيز. فانا كل خطوه من الخطوات دي بقى دكاتره بيحصل عندي عمليه طبعا ايرفيسبل. كل خطوه من الخطوات بيتم فيها ان الانسولين بيبدا بتاعي يحصل له عمليه ستيميوليشن، وان الجلوكاجون بيحصل له عمليه ايه؟ انهيبيشن. يعني الخطوه دي والخطوه دي كمان والخطوه دي كمان، لان الغرض بتاعي اصلا من عمليه الجلوكوز ان الانسولين بتاعي يبدا يزيد عشان يخلصني من الجلوكوز بتاعي، وان الجلوكاجون يبدا بتاعي اللي يحصل له عمليه انهيبيشن عشان خاطر انا مش عايزه ازود الجلوكوز عندي في الجسم. تمام. طب تاني حاجه عندي بقى خطوه الايه؟ الانرجي سبستريت ليفل. تمام. ندخل عندي على اول حاجه، هو عندي عباره عن الجلوكوز بيتحول عندي الجلوكوز 6 فوسفيد. طب انا بستخدم عندي حاجه اسمها ايه؟ اسمها الجلوكوكاينيز او الهكسوكاينيز. في عندي بقى مقارنه مشهوره جدا ما بين عندي الجلوكوكاينيز والهكسوكاينيز، انا حتى كنت سالت عليها في امتحان الماستر بتاعي يعني. بس الدكتوره مش هتجيب منها اسئله كتير، هي بس هتجيب منها مثلا MCQ او هتجيب منها كذا سؤال. طب انا عندي بقى الجلوكوكاينيز ده عباره عن انزيم محدد، هو الجلوكوكاينيز يبقى هو عباره عن انزيمز بينقل عندي الفوسفيت بتاعه الجلوكوز بس. طب الهكسوكاينيز هي لاي حاجه، يبقى انا عندي ده متكبر هو عايز ده بس جلوكوز بس، اما ده اي حاجه متواضع على طول على اي سكر او اي حلقه سداسيه بيبدا يعمل فيها عمليه النقل بتاعي ده. تمام. طب انا عندي بقى بقول الجلوكوكاينيز ده بيتم عندي فين؟ عشان خاطر هو متكبر وعشان خاطر هو مقتصر على الجلوكوز بس، فبيحصل عندي في الليفر بس، في الكبد. طب انا عندي الهكسوكاينيز لا اكسترا هيباتيك يعني بيحصل عندي في اي اورجان في جميع انحاء الجسم ما عدا الكبد، بيتم فيها عمليه ايه؟ بيتم فيها عمليه اللي هو الفوسفوريليشن بتاعه الجلوكوز. طب انا عندي بقى ده بيكون عندي هاي افينيتي ولا لو افينيتي؟ يعني مثلا هو بيكون عندي القابليه بتاعته عاليه
ان هو ياخد جلوكوز عندي من الجسم. يعني مثلا ده وليكن الجلوكوز بتاعه ده كتير، هل هو هيكون عنده القابليه بتاعته عاليه ان هو ياخد الجلوكوز عندي من الكبد او من جميع انحاء الجسم، ولا هيبقى زي الهكسوكاينيز بس انت بس ارميله بس اي جلوكوزه مثلا، فهتبص هتلاقيه قاعد بيجري عليها هو بس. يعني هو موجود عندي ولكن جوه الاورجن مثلا الطحال او ده او سبلين او الانتستين او اي حاجه، بس هو بيدور بس على جلوكوز. يبقى انا عندي ده الهاي افينيتي، الافينيتي بتاعته عاليه. اما ده عندي ده لو افينيتي، الافينيتي بتاعته بتبقى قليله شويه. تمام. طب انا عندي برضو ده، عندي ده في واحد فيهم اقدر امنعه بالجلوكوز تابسفيت والتاني لا. انا عندي بقى الجلوكوكاينيز. طب انا عندي بقى ايه؟ يبقى انا عندي برضو اللي بتعمل عمليه انهيبيشن ايه هي بقى؟ الجلوكوز 6 فوسفات. الجلوكوز 6 فوسفات دي بتوقف عندي الهكسوكاينيز. ليه بقى يا دكاتره؟ عشان خاطر انا عندي الجلوكوز 6 فوسفات لما بيبدا يزيد عندي، تمام، بيبدا يقول لي الهكسوكاينيز لا اقف، انا ما عدتش عايزه اشتغل تاني، اقف، فبيبدا يقف. على عكس عندي الجلوكوكاينيز لو انا عندي الجلوكوز 6 فوسفات اصلا عالي، وده الطبيعي ان الجلوكوكاينيز بيشتغل لما انا يكون عندي جلوكوز 6 فوسفات عالي، فمش ما بيعملش اي اكشن عندي. تمام. يبقى انا عندي لو انا عندي الجلوكوز تفسفيت بيمنع عندي الهكسوكاينيز، انما مش بيمنع عندي الجلوكوكاينيز. طب تاني حاجه بقى بيحصل عندي الانسولين عندي بقى بيحصل عمليه ايه؟ انا قلت لك ان الجلوكوكاينيز ده بيشتغل لما بيكون عندي جلوكوز تفسفيت عالي. تمام. فبالتالي ايه بقى؟ فبالتالي الانسولين بتاعي يحصل له عمليه ستيميوليشن عشان يوقف عندي جلوكوز تفسفيت ده. طب هل هيحصل له اي اكشن لو انا عندي هيكسوكاينيز؟ قال لي لا، مش بيعمل عندي اي اكشن. الانسولين مش بيعمل عندي اي اكشن مع الهكسوكاينيز. تمام. هنا بقى الدكاترة السلايد دي بتلخص لك كل عندك ريجوليشن. هو الريجوليشن عندي هرمونال، طبعا الانسولين بيحصل له عمليه ستيميوليشن، وعندي جلوكاكون او جلوكورتيكويز بيحصل له عمليه انهبيشن، بيبدا عندي النشاط بتاعه. تمام. وكاتب طبعا 3 خطوات بتوعنا، الجلوكوز للجلوكوز 6 فوسفات بيستخدم عندي جلوكوكاينيز والهكسوكاينيز، وعندي اللي هو الفوسفوباراكتوكاينيز واحد اللي هو بيحاول عندي اللي هو الفركتوز 1 و6 فوسفات، وعندي اللي هو البيروفيت كاينيز. تمام. طب انا عندي بقى في الانرجي بقى ليفل. تمام. انا قلت لك الجلوكوز 6 فوسفات ده بيحصل عندي عمليه انهبيشن عندي للهكسوكاينيز. هنيجي بعد كده عندي على على الفوسفوباراكتوكاينيز واحد، بيحصل له ايه بقى؟ بيحصل له عمليه انهبيشن وعمليه ستيميوليشن. بيحصل له عمليه انهبيشن بايه وستيميوليشن بايه؟ سهله خالص. بيحصل له عمليه انهبيشن عندك بالاي تي بي، لو انت عندك الطاقه اللي موجوده عندك في الخليه عاليه، فبالتالي هتمنع عندك اللي هو الانزيمز، وهتمنع عندك تحول الفركتوز 1 و6 فوسفات، ده بديهيا. طب انا لو انا عندي الطاقه قليله زي الاي ام بي ده مؤشر على ان الطاقه بتاعتي قليله، على ان الطاقه الموجوده عندي في الخليه قليله، فانا بيحفز لي بقى ان الخليه تبدا تكون عندي اللي هو الفركتوز 1 و6 فوسفات، يبدا يكون عندي النشاط بتاعه، يبدا يكون عندي الجلوكوز. على عكس عندي لو الاي تي بي عالي. تمام. لو الاي تي بي عالي، حتى كان احنا عندنا شرط التفاعل بتاعي من الفركتوز 6 فوسفات للفركتوز 1 و6 فوسفات كان بيكون عندي اي تي بي، فانا الاي تي بي اصلا لو انا عالي مش هيخلي عندي التفاعل يتم. تمام. طب بعد كده برضو يا دكاتره عندي غير الاي تي بي عندي الستريت طبعا احنا عارفين هناخدها بعد كده في المحاضره الجايه ان شاء الله، ان انا عندي الستريت والاسيتايل كو اي دي انا بستخدمها عندي في كريبس سايكل. طب انا خلاص انا عندي دخلت عندي في الستريت، دخلت عندي في الاسيتايل كو اي، بيبدا يحصل عندي ان الستريت بتبدا تقول خلاص يا عم الجلايكوليسيس اقف انت وانا هشتغل انا مكانك. تمام. فانا بالتالي لوجود الستريت بيوقف عندي الايه؟ بيوقف عندي عمليه الجلايكوليسيس. طب بوقفها عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو بيوقف عندي الفوسفوباراكتوكاينيز واحد. تمام. عندي بقى الاستايل كو ايه بقى بيحصل عندي ايه؟ بيوقف عندي البيروفيت كاينيز، عشان كده بيوقف عندي عمليه الجلايكوليسيس. يبقى ده كانت لازم نعرف فرق بين الستريت وبين الاسيتايل كو ايه، ونعرف ان هما الاثنين بيشتغلوا عندي كانهيبيشن. انا طالما دخلت عندي كريب سايكل لازم اوقف عندي الجلايكوليسيس. طب يا دكتور بقى انا عندي حاجه مهمه، عندي برضو غير الاي ام بيتحفز عندي الفوسفورفاكتوكاينيز واحد، عندي الفركتوز 2 و6 بيسفوسفيت. بص سهله خالص. هو بص الفركتوز 2 و6 بيسفوسفيت عامله بالظبط عامله زي ايه؟ عامله زي الوستريك اكتيفيتور. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني هي عامله زي نفس الشكل بتاع الفركتوز 1 و6 بيسفوسفيت، بس الفكره ان انا استخدمت عندي ان الفركتوز اللي هو الفوسفورفاكتوكاينيز 2، فتكون عندي فركتوز 2 و6 بيسفوسفيت.
يعني هو في اختلاف بس عندي في الرقم بس. تمام. طب انا لو اتكون عندي كفركتوز 2.6 بسفيت ده بيعمل ايه بقى؟ ده عباره عن الستريك اكتيفيتور، يعني بروح عندي على فركتوز 1.6 بسفيت الموجوده عندي في المعادله وبيحفزها وبيخليها تكمل النشاط بتاعها. تمام. طب يا دكاتره انا بقى نقطه بقى مهمه بقى، ان الفركتوز 1.6 بسفيت دول بيعمل لي ايه بقى؟ بيعمل عندي عمليه فيدباك فورورد. يعني ايه؟ يعني بيخلي عندي ان التفاعل بتاعي يمشي قدام. تمام. فبالتالي ده بيعمل عمليه ايه بقى؟ يبقى لو جالك سؤال في الامتحان يقولك الفركتوز 1.6 بسفوسفيت اكت از فيدباك للبيروفيت طبعا ده كاينيز دكاترة غلط. عندي الجدول يبقى المقارنة اكت از بتاع فيد الجلوكوكاينيز فيد فورورد والهكسوكاينيز. عندي للبيروفيت المكان كاينيز، لان هو بتاع اللي بيشتغل ان بيحصل فيه هو عملية الجلوكوكاينيز بيحفز عندك والهكسوكاينيز. البيروفيت كاينيز ان هو عندي المسؤول يشتغل عندي عن عندك ويكون الانهبيشن، عندك عندي الايه اللي قلت عندي البيروفيت. هاي يبقى افينيتي في دكاتره ده الهكسوكاينيز، خلاصة وعندي عندك عمليه الجلوكاينيز بيكون الريجوليشن. عندي لو نبدا بقى افينيتي. عندي خطوه بخطوه. عندي طبعا اللي بيحصل عندي بيكون عندي الجلوكوز توسيد بيكون عندي عالي. تمام. فبيوقف عندي الهكسوكاينيز على عكس عندي الجلوكاينيز. برضه يا دكاتره نفس الكلام عندي هنا في الفوسفوفركتوكاينيز 1 بيحصل عندي عمليه اكتيفيشن، عمليه انهبيشن. عندي عمليه اكتيفيشن لو انا الاي تي بي بتاعتي زادت، فبالتالي بوقف عندي الفوسفوفركتوكاينيز 1. بعد كده لو انا عندي طبعا الاي ام بي اللي هو عباره عن الطاقه بتاعتي قليله في الخليه، فبالتالي ده بيحفز عندي ده عباره عن فوسفوفركتوكاينيز اكتيفيتور، فده بيعمل عندي كالستيميليتور. لو انا عندي الفركتوز 2.6 بسفيت قلت ان هو عباره عن الستريك اكتيفيتور، ده بيحفز عندي اوريدي الفركتوز 1.6 بايفوسفيت، لان هو عباره عن نفس الشكل، بس الاختلاف عندي في ان هو بتمسك عندي على الاستريك سايت عندي في الفركتوز 1.6 بايفوسفيت وبيخليها عندي تعمل الاكشن بتاعها. تمام. على عكس عندي الستريت والاستيل كوي، انا قلت لك الستريت ده بتشتغل عندي على في الكريب سايكل، فبالتالي بتوقف عندي الجلايكوليس، فبالتالي بتوقف عندي الفركتوز الفوسفوفركتوكاينيز 1. برضو نفس الكلام عندي هنا في البيروفيت كاينيز، قلنا ان انا بحفزه عندي بالفركتوز 1.6 بايفوسفيت، لان هو بيمشي عندي في الفيد فورورد، لان هو بيمشي عندي بيخلي التفاعل عندي يمسك في الالوستريك سايت بتاعه، بيخلي عندي التفاعل يمشي عندي على طول. طب انا لو انا عندي اي تي بي عالي بقى بيحصل عندي ايه؟ بتوقف عندي اللي هو البيروفيت كاينيز، بتوقف عندي التفاعل بتاعي. تمام. وان شاء الله بالتوفيق يا دكاتره. ولو يعني محاضره سهله وبسيطه خالص، يعني انا حاولت ابسطها على قد ما اقدر. اهم حاجه بس ركز على الكام نقطه اللي انا وضحتها، ولو في اي حد يا دكاتره وقف مع اي حاجه يسالني. بالتوفيق.